جدا. ساعات بننقل من محافظه لمحافظه، من منطقه لمنطقه، من مستوى لمستوى، بنحاول ننقل. صح. نعمل ايه لو نقلت ولادي من مدرسه لمدرسه؟ هل اخدهم المدرسه دي قبل اول يوم دراسه، ولا اسيبهم بقى بصي، هو يصطدموا الموضوع بالواقع؟ ده بيبقى متعب شويه للطلبه، خصوصا لو كانوا في مدرسه بقالهم فتره وراحوا مدرسه تانية. مم. ده انت حتى لما بتبقى داخل الجامعه وانت خلاص خلصت، بتبقى داخل ومستغرب الدنيا وبتاع، فما بالك بطفل هو دايما بيحب الاطفال اللي حواليه، وبيبقى عايز يكون صداقات وعلاقات معاهم. فلما بيروح مدرسة تانية لو كان منقول من مدرسة هو بالفعل فيها، ده بيعمل له أزمة شوية على ما يكون أصدقائه وبتاع. مم. فده نتخطاه، إن أنا دايما أدعمه وأفضل في ظهره وأروح معاه وأكلم المدرسين عليه، وأوصي كذا مدرس إن هم ياخدوا بالهم منه ويتعاملوا معاه ويحاولوا يكونوا له علاقات أو أصدقاء، أو يحاولوا مثلا يعرفوه على الطلبة ويحاولوا يعملوا له ده لحد ما ياخد على جو المدرسة ويتأقلم. لأن ده أهم جزء في التعليم، إن أنا بحب المدرسة أصلا، ان انا رايح وانا حابب اروح. انما لو انا كاره وماليش صحاب وماليش ناس، وفي فلان بيضربني او بيزعلي او بيتنمر عليا او بتاع كده، هكره. نقطة مهمة جدا ان هو ممكن يروح قبلها فعلا بيوم او يومين، مم. يبص بصة ونحببه فيها ونبدأ نفهمه ان دي حاجة احسن ودي نقلة افضل وهكذا. لان الموضوع فعلا بيبقى مربوط نفسيا، والموضوع ده يعني يا ريت مم. نتجنبه على قد ما نقدر، لان بيبقى نحاول. غلط، بيبقى غلط النقل كل شوية من مدرسة مم. لمدرسة.